دشن قائد أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة كورفات طواف أعالي البحار المتصدي 940 كحدث جد هام في تاريخ القوات البحرية الجزائرية، كيف لا، وهو عبارة عن آخر ما وصلت إليه العبقرية الحربية في الصين. وبامتلاك هذا النوع من البواخر الشبحية أصبحت الجزائر ثالث دولة تحصل عليها بعد الصين وروسيا، حيث ومن ناحية اعتراض الناتو عليها ورغبة حلفائه في الحصول عليها رفضت الصين تسليمها لأي دولة دون استثناء سوى للحليفين التاريخيين روسيا والجزائر. وتتميز هذه الباخرة الحربية الشبح بإفلاتها من مراقبة أجهزة الرادار والتي لا يمكن رصدها أبدا، وبالمقابل يمكنها رصد أي خطر وأي باخرة أو هجوم أو اعتداء مهما كانت مسافته. وذكرت تقارير صينية أن الجزائر قد تعاقدت على 6 وحدات من هذا النوع، حيث من المنتظر أن تستلم الجزائر باخرتين أخرتين على أن يتم بناء ال3 المتبقية في الجزائر اعتمادا على التكنولوجيا العسكرية الصينية التي من المفترض تصديرها للجزائر، والتي ستفتح لها أبواب التصنيع العسكري الحربي محليا.